التكوين، فيما يشكل تجسيدا لوحدة المصير المشترك وتجسيدا على أرض الواقع لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها دول مجلس التعاون ووحدة الهدف والمصير المشترك. هذا الوجود يشكل دليلا على الدعم السياسي قبل العسكري لمملكة البحرين، ويأتي بعد أيام على تخصيص المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون مبلغ 10 مليارات دولار لدعم التنمية في مملكة البحرين، دعم من بعده دعم، ومواقف من الأشقاء تعبر صراحة عن رفض كل ما من شأنه المساس بأمن البحرين، وأن الخطوط الحمراء التي يمنع تجاوزها ستبقى كذلك إلى الأبد. إقرار مواطني دول مجلس التعاون واستفادتهم من مكتسبات ومنجزات المجلس تجعلهم يقفون صفا واحدا خلف القوة التي تحمي هذه المنجزات من أيدي العابثين وتشيع الأمن في دول الخليج، وهي قوات درع الجزيرة المشتركة التي تسعى للحفاظ على هذه الكتلة الجيوسياسية ذات النفوذ الاقتصادي والتأثير الدولي، فكان من أول أهدافها حماية أمن دول المجلس، وشعار نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا لا نتوسل السلم بل نفرضه فرضا، وسام يطبع على أي عمل شريف تنفذه هذه القوات الباسلة. وبمجرد وصول قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين تنتقل قيادتها إلى قوة دفاع البحرين، فتصبح حكما قوة بحرينية خالصة تأخذ توجيهاتها من القيادة العامة لقوة الدفاع التي تمتاز بالجاهزية العالية في قدرتها على حفظ الأمن والنظام بما تتمتع به من كفاءة عالية ومهنية وانضباط وروح عسكرية ومعنوية عالية. عراقة قوات درع الجزيرة المشتركة جاءت من عراقة نواتها التي تشكلت أساسا منها، وهي القوات المسلحة لدول مجلس التعاون ومنها قوة دفاع البحرين. التزام هذه القوات بميثاق تأسيسها وقيامها بواجبها التكميلي يوجهها صوب الدفاع عن مبدأ وحدة الهدف والمصير، ولا تناقض في هذا مع أي عرف دولي، فلأي تكتل اقتصادي أو سياسي عبر العالم قوة تحمي منجزاته وتحافظ على أمن شعوبه، فوجود قوات درع الجزيرة المشتركة على أرض البحرين يجسد قولا وعملا اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها دول مجلس التعاون.